صباح الخير، صباح الفل. النادي الاهلي فوق الكل. ده كان هتاف جمهور الاهلي اللي كان مستني فريقه في استاد القاهره انه يروح ويشجعه، والاهلي ما راحش وانسحب من اللقاء. طيب، خلاص انت دلوقتي بتتعامل قدام امر واقع ان الاهلي انسحب من الماتش ومش هيكون يعني موجود فيه، وخلاص وقصه وانتهت. لكن ماذا بعد؟ يعني خلي بالك ان اتحاد الكوره ورابطه الانديه دلوقتي موجودين في ورطه، وورطه كبيره قوي كمان. هقول لك ليه الكلام ده دلوقتي. الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس هحاول كده اختصره لك قدر الامكان علشان خاطر اوضح لك الدنيا ممكن تمشي ازاي الفتره اللي جايه. طبعا دلوقتي لو انت طبقت اللائحه، خلي بالك الاهلي ما انسحبش من مباراه الزمالك فقط. البيان اللي كان النادي الاهلي مطلعه كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك ان هو مش هيكمل الدوري. طيب، في عقوبات هتبقى موجوده. في عقوبات المفترض، يعني ايه المفترض؟ يعني ده مش هيحصل، اللائحه مش هتطبق زي ما هم بيقولوا. لان الفتره دي المفروض ان العقوبه اللي تطبق ان الاهلي ينزل درجه تانية، وده طبعا ايه يعني تنسى ان هو هيحصل. لكن ازمتنا الحقيقيه اللي موجوده فين؟ موجوده ان من ايام ما كان عندي 7 سنين كده وانا بتفرج على كوره، وتلاقي ان اتحاد الكوره مقفول على دايره معينه، هي اللي بتدير وهي اللي مسؤوله عن المنظومه. سواء بقى كنت بتتكلم عن عيله زاهر، سواء كنت بتتكلم عن عيله فلان، عن عيله ترتان، كلها في الاول وفي الاخر موجوده ضمن طائفه معينه كده وما بتخرجش براها. احنا عندنا مشكله في منظومه الكوره بشكل عام، وده واضح سواء في موضوع التحكيم، او سواء في موضوع جداول المسابقات، او في سواء ترتيب الماتشات، او القرعه اللي اتعملت. كل دي مشاكل كتيره الكوره بتعاني منها، ومش هتظبط الا لما نفكر ان احنا ندور على ناس تانية تبقى موجوده تدير المنظومه بره الاشكال والاسماء اللي احنا خلاص اتعودنا ان هي تكون موجوده. المشاكل اللي هتبقى موجوده الفتره اللي جايه ايه؟ الاهلي لو ما كملش الدوري مش هتطبق عليه اللائحه. طيب، كل شيء متصور. ايه اللي متصور؟ وارد جدا ان يطلع قرار من وزارة الشباب والرياضة انها تحل اتحاد الكورة وتدير لجنة مؤقتة عشان تخرج من المأزق اللي موجود فيه ده، وده يبقى نوع من انواع الترضية اللي بتحصل للاهلي عشان الفترة اللي جاية يكمل الاهلي الدوري عادي، والزمالك طبعا ما تقدرش تعيد المباراة الا بناء على موافقته. الحقيقة الموضوع صعب قوي ومشاكل كبيرة اتحاد الكورة ورط نفسه فيها. ويعني هكون اكتر صراحه معاك لو قلت لك ان انسحاب الاهلي غير انسحاب الزمالك. ليه؟ لان كل التاريخ شاهد، والتاريخ بيقول ان اي معركه كان الاهلي بيخوضها لانتصارا لمبدا معين، حتى لو كان المبدا ده غلط، انا بكلمك بشكل عام، انتصارا لمبدا الاهلي ما كانش بيخرج خسران من الجوله او من المعركه اللي بيبقى داخلها. الوضع شائك والوضع صعب، وكل الاحتمالات ممكن تكون ممكنه. لكن اللي عايز اقوله بغض النظر سواء انا كنت متفق مع قرار النادي الاهلي بعدم لعبه هذه المباراة او مختلف معاه، لكن اللي كل ما بأمله وكل اللي بتمناه ان الفترة دي تكون فترة نخرج بيها ونحاول نصلح، ويكون الموقف ده نحاول نصلح من منظومة الكورة بشكل عام. ومنظومة الكورة مش هتتصلح الا ب3 حاجات: ان احنا نبحث عن وجوه جديده يكون عندها طموح وعندها امل وعندها فكر يتطبق على مستوى الكره المصريه. الحاجه الثانيه ان ما يكونش في انديه اكبر من الاتحاد، ويكون الاتحاد هو اللي بيمشي كلمته على الجميع. الحاجه الثالثه ان يكون في لوائح محترمه تتعمل من ناس متخصصه، ما بتتعملش على القهوه زي اللوائح اللي بتتعمل دلوقتي عشان الكل يمشي عليها. يا ترى هيكون الموقف بتاع انسحاب ماتش الاهلي ده من المباراة هيغير في خطة الكرة المصرية الفترة اللي جاية، ولا هنلمها في قعدة عرب والقصة انتهت؟